السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي عبد الرحمن يوسف. لو لسه داخل القناة، عندي المحتوى عبارة عن تحفيز بقدم فيه كل الأمور اللي بتهمنا لتطوير ذاتنا إلى الأفضل. يمكن المدارس ابتدت إن هي اشتغلت من أسبوع الصراحة، يعني السنة أصدقائي اتكلموا معايا في الموضوع ده وقالوا لي عاوزينك تتكلم، واحنا هندردش هنا دردشة كده بسيطة. طبعا أنا معرفش إذا كان الكليات ابتدت ولا لا، بس على حد علمي إن الثانوية العامة يعني ابتدت بقى لها حبة يعني. طبعا والابتدائي والاعداد وكل الكلام ده الاعداديه والابتدائيه يعني. طب حابب تتكلم في ايه؟ والله يا جماعه انا هتكلم كده في نقاط كده بسيطه جدا في دخولنا في العام الدراسي. يمكن في حاجات، انا طبعا الكلام اللي هقوله ده يا جماعه وبكرر، طبعا بكرر، انا مش لازم الكلام ده يبقى بصح مليون في المية، ولكن دي يعني زي خواطر كده او حاجات. زي ما قلت قبل كده انه انا بشوف ان هي ممكن تبقى صالحه انه انا اقولها لك، فانت من خلال كلامي ده تعرف تتعامل بيها في دراستك، تتعامل بيها في علاقاتك، لكن هو مش حقيقه مطلقه برضو، عشان برضو تبقى عارف يعني. اللي عايز اقوله لك يا سيدي انه الكلام للولد وللبنت، خلينا ناخدها واحده واحده. يعني خلينا نتكلم في حته فتره الابتدائي دي. انا طبعا مش يعني ده لو حد بيتفرج على يعني الصغيره برضه هيبقى الكلام صعب بالنسبه لهم، يعني زي ما قال سعيد صالح كلمنا بالكلام الشعبي ده السلس. فطبعا انا مش هوجه لهم دي الرساله، طبعا هوجه بقى للاب والام انه تخلي بالكم منهم في سن الابتدائيه يعني. يعني هتكلم برضه في حته كده بره التعليم، في حته ان هم السن ده ما بيعرفش يحمي نفسه. يعني رسالة لكل أب وكل أم، السن ده ما بيعرفش يحمي نفسه، ما بيعرفش يحمي نفسه من التحرش، ما بيعرفش يحمي نفسه من التنمر. تعرفه تقول له محدش ينفع، ما ينفعش حد يحط ايده عليك في الحته الفلانيه، محدش يمسكك، محدش يقول لك تعالى يكلم بنته او ابنه. ولو حصل له بعض يعني حد اتنمر عليه مثلا في الشارع او في المدرسه، يفهمه يقول له ان انت ترجع لي. لازم يفهموا الحته دي. دول فتره الابتدائيه. تعال بقى نتكلم في فترة الإعداد اللي هي بيبقى فيها نوع من حتة الشغف شوية. خلاص احنا لما كنا في مرحلة إعداد ورحنا السنة، فقالوا لك خلاص انت سبت بقى مرحلة اللعب والهزار والكلام ده، دلوقتي داخل جد. فبتبقى مرحلة ايه؟ أولى وثانية وثالثة، يمكن ثالثة شوية بيبتدي إن الواحد يحط يخش في حتة ال- الثانوية العامة. تمام. فهنا حابب برضه اقول لهم في السن ده لازم تعرف برضه انه انت مش عشان في اعدادي فانت برضه عليك مسؤوليه. يعني يمكن اولى ولا تانية، يمكن تالتة دي بتبقى صعبه الصراحه يعني. ففي تالتة اعدادي بيبقى في مسؤوليه ان انت بتحدد الوجهه بتاعتك، بتحدد انت رايح فين، فخلي بالك في النقطه دي. تمام. نيجي بقى للحته اللي انا معلش بسرد بسرعه. يعني انا بعيد من مرحله التعليم دي خالص خالص. واصلا المواد والمناهج انا ما اعرفش هي عامله ازاي الصراحه يعني، بس ربنا يكون في عونكم. مرحله الثانويه العامه، يمكن اول سنه في الثانويه العامه انت بتبقى لسه لابس عبايه الاعداديه ولسه ما طلعتش من الجو ده. حصلت معايا برضو. آه اللي عايز اقوله لك انه بصراحه اقول لك حاجه كده من اخ لاخوه، يعني اذا كان الولد ولا البنت. آه صدقني انه ال3 سنين بتوع الثانويه العامه دول من اجمل ال3 سنين اللي انت فيهم ضغط، انا معاك، فيهم ضغط وفيهم دروس وفيهم مذاكره وفيهم كل حاجه، ولكن ال3 سنين دول جمال ليه؟ لان ال3 سنين دول بجد وبالذات سنه ثالثه هي اللي بتحدد مصيرك. يعني زي ما قلت لك انه ثالثه اعدادي بتحدد مصيرك ان انت تدخل ثانوي او تدخل اي حاجه تانية غير الثانوي. برضو ثالثه ثانوي دي، اولى وثانيه، يمكن ثالثه احنا في ثانيه تقريبا او في اولى مش متذكر. يعني خيرونا ساعتها انه ندخل علم ولا ادبي. تقريبا انا ما كملتش ساعتها الصراحه يعني، انا كنت سنه اولى وبعد كده ما انا الحلقه دي فضفضه يعني، ما بتكلم معاكم كده بفضفضه بالحاجات اللي انا كنت بعدي بيها. ف اولى وثانيه بيبقى المناهج يعني اولى ممكن تعدي منها بتبقى سهله، ثانيه
بتبقى الصراحة صعبة يعني. تالتة مع أنا زي ما قلت المناهج اتغيرت دلوقتي، وربنا يكون في عونكم بصراحة، في عون أي طالب في الثانوية العامة. تالتة دي بقى اللي هي بيبقى عليها الضغط فعلا يعني. يمكن حد ليا صديق كده كلمني إن هو من سوريا، فبيقول لي إن الثانوية عندهم صعبة جدا، وبيسموه تقريبا هناك البكالوريا. وحتة البكالوريا دي الاسم ده برضو ابتدى دلوقتي ان هو يعني ما اعرفش يغيروا اسم الثانويه الثالثه للبكالوريا. بس يعني انا سمعت كده ان المناهج واحده، بس في تغيير كده في حاجات معينه. انا برضو مش ملم يا جماعه، وصححوا لي برضو. بس اللي انا جاي اقوله لك بجد والله العظيم، انا لو كنت في ثانويه عامه أه هقوله لنفسي وهقوله لاصحابي. وانا لو عندي اخ في ثانويه عامه هقول له برضو نفس الكلام اللي بقوله لحضراتكم يعني. مش هزوده، مش مساله والله مشاهدات ولا كده، بس انا بقول لكم الحاجات يعني. بحس كده ان انا لو ما اتكلمتش في الجزئيه دي صراحه هزعل يعني، عشان الحته دي انا عديت بيها. معلش انا بطول في الموضوع شويه. تالتة ثانوي صعبة ودروس وضغط وحاجات كتيرة جدا وبتبقى مش طايق نفسك الصراحة من الدروس ومن الحاجات، حاجات كتيرة جدا، وأبوك وأمك بيبقوا ضاغطين، عارف كل الكلام ده. ولكن والله العظيم إنه بجد أنت سبحان الله بعد لما ربنا بيكرمك وبتخلص وبتخش الامتحان وتنجح، سبحان الله النجاح ده بيبقى ليه طعم، لأن أنت بجد تعبت. أه تحاول على قد ما تقدر اولى ولا تانية ولا تالتة تبتدي ان انت تقسم وقتك. انا بشوف انه تقسيم الوقت ده من اجمل ما يكون. انا مش انا قلت في فيديو قبل كده لا تذاكر على طول ولا تلعب على طول، بس لازم تدي المذاكره حقها. يعني خلاص انت دلوقتي ابتديت ان انت تذاكر من الساعه 7، هنقول مثلا ساعتين مثلا. ابتديت بس من الساعه 7 وخدت الساعتين بتوعك يا معلم، خلاص رفع عن نفسك برضه يعني، جزء كده للترفيه عن النفس. اولى وثانيه وثالثه، يمكن ثالثه بقى تبتدي انه انت تخلي كل المجهود بتاعك للمذاكره، لان هي صراحه بتبقى سنه صعبه يا جماعه للامانه يعني. انا ما خدتش التجربه دي، يمكن انا في اولى وما كملتش لاسباب كوره ولعب وكده، فما كملتش بصراحه. ولكن انا اعرف ناس كانوا في ثالثه ثانوي، فالموضوع مش سهل عشان تبقى عارف يعني. هو وسيبك بقى، فكك بقى من حته اللجنه مفتوحه ولا لا، ما فيش الكلام ده يا صديقي يعني انا بستغرب من واحد يقول لك دي اللجنه كانت ما هي لازم تبقى مقفوله، فانت لازم تذاكر عشان خاطر ان انت تنجح. تمام. تعالى بقى نخش بقى للحته اللي يمكن انا عاوز اتكلم فيها اكتر. لما تخش الكليه، لما ربنا يكرمك تنسيق مثلا كده جميل وتخش الكليه، دي للبنت وللولد يعني. خدها كده انت الكلام اللي فات ده كله، لو انت ما عرفتش تطلع منه حاجه خد بس الحته دي. طبعا انت داخل الكليه بقى يا معلم، والبنت برضه نفس الموضوع. ما تحطش حته ال هتكلم معاكم بمنتهى الصراحه، سيبك بقى من حته الارتباط بقى، وان انا بنت تعجبني في الكليه، وان انا ابتدي ان انا صاحب. لا يعني خلي الموضوع ده لوقته. الارتباط ده خليه لوقته، لان انت لا حطوا الحب ولا حطوا الكليه ولا حطوا للبنت اللي انت اصلا بتحاول ان انت توصل لها. خليك في الكليه بتاعتك، خلص الكليه بتاعتك وشوف دنيتك في حوار الجيش ده، وبعد كده فكر. لكن صدقني انا اعرف ناس، صدقني انت هتدخل الكليه لاسباب تانية هتفشل، وانت برضو نفس الموضوع. تمام. ليه انت ذكرت السبب ده يا عبد الرحمن؟ لان السبب ده يا جماعه مش هيخليك تركز ومش هيخليك تركزي. يعني حتى لو ليك اصحاب برضو في نفس الموضوع وقالوا لك والله تعالي مثلا، وانا مش بتكلم برضو يا جماعه هنا يعني ايه، انا بعتبر ان حته الحرام والحلال دي انا ما ينفعش اتكلم عليها، لانه احنا كلنا عارفين الحلال والحرام، وعارفين ان الواحد لو كلم واحده بدون علم اهلها ده اسمه ايه طبعا انا ما بتكلمش في الحته دي، انا بكلمك بس في حته معينه انت ممكن ترجع بسببها، لان احنا طبعنا ممكن لو قلت لك حرام وحلال ما تستشعرش الذنب كلنا يعني كده. لكن لو قلت لك انه ده مش هيخليك تركز في الامتحان وخليك تسقط وتعيد السنه، مش هكمل معاه انا حاسب. فحتى لو في ناس قالوا لك كملي معاه او ابتدي معاه علاقه جديده وانت لسه داخله سنه اولى، لانه انت بتبتدي انه انت ايه، الدنيا بتبقى مفتوحه معاك. انا عارف السلسله الكليه بتبقى الدنيا مفتوحه قوي يعني. ف هيشغلك عن الكليه بتاعتك، هيشغلك والله عن دراستك.
هتبتدي ان انت مشغوله بيه هو وسايبه المواد بتاعتك، فلا، فركزي في الكليه بتاعتك مع تقسيم الوقت. تقسيم الوقت ده في كل المراحل اللي المفروض يبقى معانا حتى بعد ما نخلص كليه ان شاء الله. برضو الرساله دي ليك انت لما تخش الكليه ما تخشش بامل ان انت تخش بقى وخلاص، ان انا دخلت الكليه بقى وصاحب وارتبط ومش عارف ايه وعديت فتره الثانويه. مش هتنفع. يعني أنا بصدمك. ولا هتركز في كليتك. ركز انت عاوز ايه من الكليه بس. سيب الارتباط وسيب الجواز لوقت ليه وقته، لانه لا هتعرف تطول ده ولا هتعرف تطول ده. يا رب بس اكون عرفت اقول لكم. انا ده كلام من وحي خيالي، يعني انا بقوله. انا ما اعرفش الدنيا عامله ازاي بصراحه في الثانويه العامه، وازاي في الكليه، وايه المناهج، ولدرجه اصلا انا ما اعرفش ان المدارس بتقفل امتى وبتفتح امتى للامانه. بس اتكلمت في الحاجات اللي انا كنت فيها، لان انا كنت في ثانويه عامه واحيانا وبعد الثانويه عامه دخلت معهد لاسباب كده ما كملتش فيه، لانه كان في نوع من ان هو تجاري اكتر منه ان احنا يعني احنا ما كناش بنستفاد منه. فحبيت بس اقول لك انا عارف ان الدنيا صعبه دلوقتي، المناهج ممكن اصعب يعني، بس حبيت اعمل الفيديو ده. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تشيره برضه لاصحابك، ممكن يعني يستفادوا منه. واشوفكم على خير في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.